رحلتنا النهاردة لبلاد النشامة، الأردن، اللي موقعها الفريد في قلب العالم العربي خلى رمضان هناك مزيج ما بين عادات وتقاليد متنوعة ومختلفة عن أي مكان في العالم. خليكم معانا وأهلا بيكم في الأردن. قبل بداية شهر رمضان بأيام بيبدأ الأردنيين في تزيين البيوت والشوارع بالزينة والفوانيس احتفالا بقدوم الشهر الفضيل، وخصوصا هلال رمضان اللي هو عبارة عن ستارة من نور بيتوسطها هلال، ويفضل وسط العاصمة عمان أو وسط البلد زي ما بيسموه الأردنيين أكتر الأماكن اللي بيظهر فيها مظاهر شهر رمضان. وبتزدحم الأسواق الشعبية زي سوق البخارية واليمنية والعطارين من أول يوم رمضان لشراء مستلزمات الشهر الكريم. وبيزيد دور العلاقات الاجتماعية خلال شهر رمضان جدا، فأغلب الأسر والعائلات بتحرص على التجمع على مائدة الإفطار من أول يوم في الشهر لحد آخر يوم. وبتكتر موائد الرحمن في كل مكان في الأردن، مش بس اللي بتعملها الجمعيات الخيرية أو المؤسسات التابعة للدولة زي وزارة الأوقاف، وإنما كمان الموائد اللي بيعملها الأهالي العاديين. ومن العادات الجميلة في الأردن توزيع المية والتمر على العربيات وقت الأذان على الناس المتأخرة على الإفطار في بيوتها لأي سبب كان. أما عن الجانب الروحاني فبيكثر الإقبال على المساجد في رمضان والمواظبة على الفروض الخمسة وصلاة التراويح يوميا من أغلب الأردنيين. وبعد صلاة التراويح بتقام حلقات الذكر والتلاوة والإنشاد الديني والمجالس العلمية وبرامج الوعظ في أغلب المساجد في المملكة الأردنية. وبينتشر في رمضان نصب الخيام الرمضانية في أغلب الأحياء الشعبية اللي بيستمر السهر فيها لحد قبل الفجر. ومن العادات المتوارثة هي وجود المسحراتي اللي بيصحي الناس وقت السحور على الأدعية والأغاني الرمضانية التراثية الجميلة. وبيسمي الأردنيين آخر 3 ليالي في شهر رمضان باسم ليالي الجبر، أي جبر الخواطر، وبيكتر فيها إخراج زكاة الفطر للمحتاجين. أما بقى المائدة الرمضانية فمتنوعة جدا في الأردن، وأشهر ما يميزها هو المنسف والمقلوبة والفلافل. أما الحلويات زي القطايف والكنافة، والمشروبات الرمضانية المشهورة زي قمر الدين والعرقسوس والتمر هندي. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في دولة الأردن. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب لو أول مرة تشرفونا في القناة، واستنوني في حلقة جديدة، وشكرا.